السلام عليكم ورحمة الله. قبل البدء اشترك وتفاعل مع الفيديو لتتوصل بجديدنا. والآن إلى التفاصيل. قرر رئيس جمهورية ليبيريا جورج ويا دعم ملف المغرب لاستضافة كأس إفريقيا 2025، ونفى أسطورة كرة القدم الإفريقية أن يكون مواليا للملف الجزائري وفق ما ذكرته تقارير إعلامية، مبرزا أنه قدم التزاما للملك محمد السادس من أجل دعم المغرب. وقال ويا في بلاغ له إن المغرب استثمر بشكل جيد في كرة القدم ويطور اللعبة بشكل واضح في القارة الإفريقية، مما يجعله يستحق فرصة استضافة الكان 2025. وأساد النجم السابق لميلان بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم ببلوغه نصف النهائي، مؤكدا أن منح شرف تنظيم الكان سيعد تكريما كبيرا للمغرب. وكان المغرب قد أعلن في وقت سابق عن ترشحه لتنظيم نهائيات كأس إفريقيا 2025 بعد سحب التنظيم من غينيا ليدخل في المنافسة الجزائر، رغم أن المملكة تبقى هي الأوفر حظا نظرا للتطور الحاصل في الملاعب الوطنية مع حصدها لدعم عدد كبير من الدول الإفريقية. وداعا، ونلتقي في فيديو قادم. إلى اللقاء.